متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم عصام ستوكس. حلقة اليوم مليئة بالمفاجآت والمستجدات الساخنة حول المحترفين المغاربة والمنتخب الوطني المغربي. استعدوا، لأننا سنكشف تفاصيل مثيرة جدا، من قائمة الأسود الجديدة إلى نجوم يبدعون في أوروبا، وحتى قصة لامين يامال التي فجرت الجدل. الناخب الوطني وليد الركراكي سيعلن لائحة الوسود يوم 7 من هذا الشهر على الساعة 11 صباحا. لكن المفاجأة، هناك أسماء شابة من منتخب الشباب المتوج بكأس العالم في تشيلي مرشحة للانضمام لأول مرة. في مقدمتهم عثمان معمة، ياسير الزبيري وإسماعيل باعوف. لكن لحظة، الركراكي كان واضحا من قبل حين قال عن باعوف: لازم يثبت قدراته أولاً مع فريقه قبل ما يفكر في المنتخب الأول. تصريح أثار الجدل، لكن الحقيقة الرجل عنده الحق. المنتخب الوطني مش مكان للتجارب، لازم تكون جاهز فعلاً. أما المفاجأة الأخرى فهي سفيان ديوب. بالأرقام هو الأفضل حالياً مقارنة بعدلي وبن صغير والصحراوي. 6 أهداف وتمريرات حاسمة في آخر شهر فقط. كل المؤشرات تقول عودته للائحة أصبحت ضرورية. الجيل الجديد أيضا في الموعد، منتخب أقل من 17 سنة سيواجه اليابان في كأس العالم، والأجواء حماس، تركيز، طموح. وكلمة المدرب نبيل باها كانت واضحة: نحن هنا لنشرف المغرب ونقدم مونديال تاريخي. سؤال تكرر كثيرا: هل يمكن للامين يامال العودة لتمثيل المنتخب المغربي؟ الجواب: مستحيل حسب قوانين الفيفا. بعد مشاركته في أكثر من 3 مباريات رسمية مع إسبانيا، الباب أغلق نهائياً. لكن الغريب، الصحافة الإسبانية نفسها بدأت تسخر منه بعدما انخفض مستواه، رغم أنهم كانوا يمدحونه عندما كان في القمة. نفس ما قاله مسعود أوزيل: عندما ألعب جيداً أنا ألماني، وعندما ألعب سيئاً أنا تركي. ويامال يعيش هذا الواقع الآن. لو اختار قميص أسود الأطلس كان سيرفع عالياً بين أبناء وطنه. والآن إلى النجم المتوهج في أوروبا، إسماعيل الصباري، اللاعب الذي أشعل الدوري الهولندي. سجل ثنائية جديدة مع أيندهوفن ضد فورتونا، ووضع فريقه في الصدارة. 8 أهداف معدل مراوغتين ونصف في المباراة الواحدة. الصحف الهولندية وصفت أداءه بأنه قمة في الإبداع، وقالوا بالحرف: أيندهوفن يعيش بروح الصباري. الحديث الآن عن عروض ضخمة تصل إلى 50 مليون يورو من أندية مثل مارسيليا، بيتس، برايتون وبرنتفورد. الصلال اشتعل. هل سيبقى في هولندا أم يخطفه ناد قبير في الميركاتو الشتوي؟ ومن نجم إلى نجم، عز الدين أناحي عاد ليبهر الجميع مع نادي خيرون الإسباني. كل تمريرة منه بفكرة، كل لمسة بذكاء. الصحافة الإسبانية قالت: أناحي يلعب بعقله قبل قدميه. أرقامه مذهلة: ثاني أكثر لاعب يقوم بالمراوغات الناجحة في الليغا بمعدل 3.3 مراوغة في المباراة، متفوقا على نجوم كبار. الكل متفق أن أناحي عاد لمستواه الحقيقي، وسيدخل كأس إفريقيا في قمة الجاهزية. وهكذا يا عشاق الأسود، جيل يصعد وآخر يتألق، وراية المغرب ترفرف في كل ملاعب العالم. شاركونا رأيكم، من أكثر لاعب تتوقعون تألقه في المعسكر القادم؟ ولا تنسوا تدعمونا بلايك واشتراك. إذا كنت من محبي المحتوى المميز والمفيد فلا تفوت الفرصة. اضغط على زر الاشتراك ولا تنسى تفعيل الجرس بلب لتصلك جميع الإشعارات أولاً بأول.